السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أحلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم ليا يا رب. النهاردة هنعمل معاكم أحلى روتين في الدنيا. النهاردة هنعمل معاكم روتين الطبخ وروتين غسيل المواعين، تنظيف البيت. عملنا معاكم، حطينا حلة على النار، ضفنا فيها اللحمة يا حبايبي بالشكل ده وبتغلي معانا. ضفنا حلة للمكرونة، هنعمل معاكم مكرونة بشاميل وجلاش وباقي الطبيخ يا حبايبي هوريه لكم انا بعمله. هنعمل معاكم التعصيجه بتاعت اللحمه. حطينا طاسه على النار، ضفنا فيها 3 معالق من الزيت، هنضيف فيها 3 بصلات. بسم الله. هنعمل معاكم النهارده احلى روتين، اول مره اعمل معاكم روتين في القناه يا حبايبي، هيعجبكم خالص ان شاء الله. ضايفين عليها نص معلقه من الملح، ضايفين على البصله نص معلقه من الملح عشان تدبل معانا يا حبايبي. امشوا على الطريقه دي خطوه بخطوه، هتعملوا معايا احلى عصاج. الميه بتغلي بتاعت المكرونه، هنضيف فيها المكرونه يا حبايبي، ما نضيفلهاش زيت، هنضيف فيها معلقه ملح بس. مكرونه البشاميل لما نيجي نعمل مكرونه بشاميل ما نضيفش زيت في الميه، نضيف ملح بس. هنقلب معاكم لحد ما تدبل معانا البصله، هنرجع لكم. ورجعنا تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا من العصاج، بقى معانا بالشكل ده، شايفين الجمال، والمكرونه استوت معانا. هنرجع نعمل معاكم الفراخ المشويه التتبيله بتاعتها. جبنا فرخه قطعناها نصين كده بالشكل ده يا حبايبي، غسلناها كويس وصفناها. هنعمل معاكم الفتحات عشان تشرب من التتبيله بتاعتنا يا حبايبي. فتحات عشان تشرب معانا من التتبيله يا حبايبي، تبقى طعمها حلو. ومعانا التتبيله بصله فرمينها في الكبه يا حبايبي، ومعلقتين من الخل، ونص معلقه من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكاري، ونص معلقه من البابريكا، وربع معلقه من الكزبره الناشفه يا حبايبي. هنفركهم كده مع بعض. تتبيله جديده للفراخ المشويه يا حبيبي، اول مره اعملها معاكم، هتخلي طعمها خطير. شايفين الجمال يا حبايبي. هنجيب معاكم الفراخ نقلبها كده، نجيب الخلطه اللي عملناها مع بعض، ندعك بيها الفراخ كويس لحد ما تشرب من التتبيله كويس يا حبايبي. نقلبها على الناحيه التانيه بالشكل ده، تاكلوا معانا احلى فراخ مشويه. لازم يا حبايبي الفرخه يبقى وزنها صغير عشان تنفع تشوي معانا شويه، يعني حجمها يكون 1.5 كيلو بالشكل ده يا حبايبي. نجيب معاكم النص التاني نقلبه معاكم بالشكل ده. والله يا حبايبي جربوا معايا الطريقه، تاكلوا احلى فراخ مشويه. مشوا معايا بالخطوات مظبوط، هتاكلوا معانا احلى فراخ مشويه ان شاء الله. لازم ندخل الخلطه كده كويس في الفراخ. واللي حابب يا حبايبي يعملها من بالليل بتبقى طعمها احلى طبعا. اللي حابب يعملها من بالليل بيبقى طعمها احلى، وكده برضه بيبقى طعمها احلى. بتاخدوا لها ساعتين في التتبيله بيبقى طعمها جميل خالص. امشوا معايا على الطريقه يا حبايبي، هتاكلوا معايا احلى فراخ مشويه.
هنسيبها ساعتين في التتبيله، وهنرجع لكم ونوريكم التتبيله التانية اللي ندخلها بيها الفرن. ماشي. وهنصفي معاكم المكرونه وهندلل اللحمه وهنعمل معاكم البشاميل. هنعمل معاكم البشاميل. ضفنا 4 معالق من الزيت، هنضيف 4 معالق من الدقيق. بسم الله. 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الزيت يا حبايبي يبقى قد الدقيق عشان تطلع معاك البشاميل مظبوط. مش معايا على الطريقه مظبوطه هتاكلي معايا برضه احلى بشاميل. اهم حاجه في المكرونه معايا البشاميل يا حبايبي. لو عملتيه بطريقه صحيحه يبقى جميل خالص. وهعمل معاكم النهارده تكايه جديده يا حبايبي هتشوفوها معايا. نقلب. اول ما ريحه الدقيق تطلع معايا هنضيف عليها اللبن والشوربه. اول بس ما الريحه تطلع معايا هضيف معاكم اللبن والشوربه اللي هو الحليب يا حبايبي. هضيف معاكم تكايه جديده هتعجبكم خالص، هتخلي طعم المكرونه جميل خالص. جربوها معايا بالطريقه دي واللي ايه رايكم. هضيف اللبن. بسم الله. بسم الله. هضيف معاكم غرفتين من الشوربه. بسم الله. شوربة اللحمة جميلة خالص، تديها طعم جميل. جربوا معايا الطريقة دي، اعملوها شوربة ولبن هتبقى معاكم خفيفة وجميلة خالص. التكايه الجديده معايا يا حبايبي، هضيف معاكم معلقه من النشا على معلقتين من الميه، هضيفهم على البشاميل. هتخلي معاك البشاميل لون جميل والطعم حكايه. وجربوا معايا الطريقه دي وهتعجبكم ان شاء الله. معلقه نشا يا حبايبي ومعلقتين من الميه هنفكهم من بعض وهضيفهم معاكم على البشاميل. شايفين؟ بسم الله. خلي لون البشاميل جميل وكريمي. شايفين الجمال ما شاء الله. هضيف معاكم مكعب من المرق يديها طعم جميل. هضيف معاكم ربع معلقه من الفلفل الاسود. لو حابه عنديكي فلفل ابيض عادي اللي موجود عنديكي اللي مباح عنديكي. ربع معلقه من الفلفل الاسود يا حبايبي، ده ريحه وطعم جميل. امشي معايا على الطريقه مظبوط. اهم حاجه معايا في المكرونه البشاميل. عملت البشاميل الجميل هتطلع معاك المكرونه زي الفل ان شاء الله. شايفين القوام بتاع البشاميل يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ كريم خالص، كريم خالص وجميل والله العظيم. جربوا معايا الطريقه دي، معلقه النشا هتفرق معاك كتير. شايفين ما شاء الله كريم خالص. شايفين ما شاء الله كريم خالص. وعايزينها بالسمك كده، ولا هي تقيله ولا هي خفيفه، عشان تطلع معاك المكرونه مظبوطه يا حبايبي.
كده معايا البشاميل استوى. اول ما تطلع معاك الفقاقيع بالشكل ده تبقى معايا المكرونه البشاميل استوى يا حبايبي. شايفين؟ اول ما يعمل معاك فقاقيع على الجناب كده يبقى البشاميل استوى. يلا نحضر الطريقه. رجعنا بعد ما عملنا معاكم البشاميل والعصاج وسلقنا المكرونه. حطينا جبنا صينيه دهناها زيت، حطينا فيها كبشتين من البشاميل وجبنا المكرونه معاكم، ضفنا لها نص البشاميل يا حبايبي، قلبناها في بعض كده. شايفين عامل زي اللي فيها جبنه موزاريلا والله يا حبيبي. شايفين المقطع؟ هنجيب نص المكرونه ونضيفها في الصينيه. بسم الله. عملناها معاكم كتير يا حبايبي المكرونه في القناه، بس احنا النهارده هنعمل معاكم روتين كل حاجه. اللي ما شافهاش قبل كده يشوفها معانا تاني. هنجيب معاكم نص العصاج اللي عملناه مع بعض عشان هنعمل بيه نص التاني قلاش. بسم الله. اهم حاجه نسمي يا حبايبي عشان يطرح ربنا البركه في الحاجه اللي بنعملها. شايفين لون العصاج الجميل اللامع ده يا حبايبي؟ امشي معايا بالطريقه مظبوطه تاكلي معايا احلى عصاج واحلى مكرونه. نضغط عليها عشان لما نيجي نقطعها ما تفكش معانا ولا اللحمه تفرول. نضغط عليها كده. هنضيف معاكم باقي المكرونه يا حبايبي بالشكل ده. المكرونه يا حبايبي لما نيجي نسلقها ما نهرهاش خالص، نخليها نص سوا عشان لما نحط فيها البشاميل بتستوي معانا تاني في الفرن عشان تطلع الواحده بوحدتها. النهارده ولا هحط لكم جبنه موزاريلا ولا هحط بيض، هعملها عاديه خالص طلباتها في اي بيت. ولا هنجيب جبنه غاليه ولا هنجيب حاجه ولا بيض، هنعملها معاكم طريقه بسيطه خالص. لازم نضغط المكرونه كده. هنجيب معاكم البشاميل. ضيف معاكم بقى كميه البشاميل يا حبايبي بالشكل ده. نهزها كده. اللي حابب يضيف لها بيضه في الوش يضيف لها تبقى لونها جميل، بس النهارده حابه اعملها على كده. نجيب قماشه وامسح معاكم الاطراف عشان لما ندخلها الفرن ما تتحرقش معايا الاطراف بتاعت الصينيه. قماشه تكون نظيفه طبعا بتاعت مطبخ بالشكل ده يا حبايبي. هضيف رشه فلفل بسيطه تديها ريحه جميله، رشه بسيطه خالص. شايفين يا حبايبي الجمال؟
بقى كده معانا المكرونه البشاميل خلصت. شايفين يا حبايبي؟ حاجه جميله وبسيطه وسهله وسريعه ومقاديرها في كل بيت. هنعمل معاكم صينيه القلاش. ماشي يا حبايبي؟ هدخلها الفرن، هوريها لكم بعد السوا. يعني هنفرد معاكم القلاش يا حبايبي. دهنا صينيه، اكبر صينيه في الحوج يا حبايبي، عشان هنعمل معاكم علبتين. وادي معانا نص كوبايه من السمنه على زيت، ومعانا لفتين من القلاش، ومعانا الفلفل الاسود. وهفرش معاكم علبه تحت يا حبايبي، واضيف اللحمه، وعلبه فوق، علشان انا عملتها معاكم كتير قبل كده، فمش هعملها قدامكم يا حبايبي. انا وريتكم. دهنا صينيه كبيره، نص كوبايه سمنه على زيت، معانا علبتين من الجلاش يا حبايبي. هنفرد واحده تحت، كل طبقه نفرد سمنه، كل طبقه نفرد سمنه. هوريكم واحدتين بس يا حبايبي، عشان انا عملت معاكم قبل كده كتير. دهنا الصينيه يا حبايبي. بسم الله. هنجيب واحده كده، اي طبقه ندهنها يا حبايبي، دهنه بسيطه عشان ما تبقاش معانا تقيله، بس لازم ندهنها عشان تبقى معايا مورقه وحلوه. بالشكل ده يا حبايبي. شايفين الجمال يا حبايبي؟ بالشكل ده. لازم الورقه ندهنها عشان تطلع معايا مورقه وحلوه وخفيفه يا حبايبي في نفس الوقت. وكل فين وفين ندي رشه فلفل، واللي مش بيحب يحط فلفل عشان ولاده ما يحطش يا حبايبي. تبع حريتك انت، تبع راحتك انت، تبع الراحه بتاعتك يا حبيبتي. عايزه تحطي تضيفي فلفل ضيفي فلفل، مش عايزه خلاص. هنضيف علبه فوق، هنفرش معاكم علبه فوق وعلبه تحت عشان تبقى معايا كميه مظبوطه. بس لازم كل ورقه قلاش ندهنها كده دهنه بسيطه، مش لازم نتقل السمنه يا حبايبي عشان تبقاش معانا تقيله، عشان هو مش فطير، عشان نتقل السمنه فيه. كل فين وفين ندي رشه فلفل. شايفين حبايبي؟ حاجه بسيطه خالص عشان ولادكم. واللي مش حابب يضيف، كل واحد حسب حريته، حسب ما اطفاله بياكلوا ايه. سريع وسهل. لما اكون حضرتك مجهزه كل طلباتك، مش هتكمل معاكي 5 دقايق، هتعملي معانا احلى صينيه قلاش. طبعا حضراتكم بتقولي لي ليه عامله قلاش وعامله مكرونه وهعمل رز، عشان انا يا حبايبي في ضيف جاي مع جوزي النهارده، فلازم اعمل كده. لكن لو باكل لبيتي وحدي بالاطفال وحدي، بعمل لا جلاش لا مكرونه، مش ببذر والله العظيم، بس علشان النهارده في ضيف جاي مع جوزي. اللي هو اخويا الغالي، اخويا ياسين، ربنا يخليهولي. شايفين يا حبايبي؟ بفرد ورقه كده ورقه كده عشان الصينيه طويله معايا لحد ما اخلص اللفه. هنا خلصنا يا حبايبي لفه من القلاش. زمان كنا بنعمل لفه واحده كانت فيها بركه، لكن دلوقتي والله العظيم ما فيها اي بركه. بنعمل في الصينيه 2، كنا زمان بنعملها واحده، لكن دلوقتي مفيش. هجيب معاكم اللحمه هي العصاج، عصجناها معاكم طبعا كذا مره، وعصجناها معاكم النهارده. شايفين الجمال؟ ضيفي يا حبايب قلبي للعصاج طماطمايه مقطعه ومعلقه من الصلصه، هتاكلوا والله العظيم معانا احلى عصاج. جربوا الطريقه دي قولوا لي ايه رايكم. اديها طعم جميل.
الجمال. هفرد يا حبايبي العلبة التانية وهرجع لكم. رجعنا تاني معاكم. هنعمل معاكم لحمة بالبطاطس الدمعة. ضفنا حلة على النار، ضفنا فيها 3 معالق من الزيت، ضفنا فيها بصلتين مفرومين في الكبة. هنقلبهم معاكم كويس يا حبايبي لحد ما تدبل معانا البصل بالشكل ده. نعمل معاكم لحمة الدمعة النهارده بالبطاطس، جميلة خالص. اللحمة طبعا هنديها نص سوا زي ما قلنا لكم الصبح، علقناها تاخد معانا ساعة على النار، نص سوا يعني. بعد كده هشوحها في الدمعة. هنحمر معاكم البصلة مش هتدبل بس، نديها كده لون جميل ذهبي. هصفى عليها عصير الطماطم ده المصفى دي عشان القشر اللي في الطماطم منديهاش حموضة معانا. هتستوي معانا هنرجع لكم نضيف عليها اللحمة، ماشي؟ عشان ما اطولش معاكم الفيديو. رجعنا تاني معاكم يا حبايبي. ضفنا الفراخ في الفرن، حطيناها في الفرن يا حبايبي بالتتبيله بتاعتها. زودنا لها طماطمايه مبشوره وبصله من تحت، قطعناها شرايح، معلقه من ربع معلقه من الفلفل، ونص كوبايه ميه، وحطيناها في الفرن يا حبايبي. هتستوي معانا ساعه، هتستوي معانا. هنرجع لكم التسبيكه اللي عملناها للحمه بالبطاطس. شايفين الجمال واللون الجميل يا حبايبي؟ استوت معانا. هنضيف ليها اللحمه اللي نص سوا. بسم الله. شايفين؟ بالشكل ده. شايفين لون الدمعة الجميل؟ هنضيف ليها شتين من المرقة. هوطي عليها النار خالص. بسم الله. قدام ما تستوي ب10 دقايق هنضيف ليها بطاطستين مقطعين. تاكلوا معانا احلى دمعة باللحمة، جميلة خالص. هتاكلوا البطاطس قبل اللحمة يا حبايبي والله. خليكم معايا في الطريقة بس كده. هضيف لها التوابل اخر حاجة، ماشي يا حبايبي؟ هوطي عليها النار خالص. ارجع لكم. شايفين كمية المواعين يا حبايبي؟ شايفين المنظر؟ شايفين اهو يا حبايبي؟ كل دي مواعين. شايفين؟ هغسل معاكم المواعين وهتستوي اللحمة والفراخ في الفرن. هنرجع لكم كمل معاكم بقى روتيننا النهارده. هنعمل معاكم يا حبايبي لسان العصفور. ضفنا معلقتين من الزيت وضفنا عليه ربع كيس من لسان العصفور. حمر معانا بالشكل ده من اللون الذهبي الجميل. هضيف عليه نص طماطمايه عصير طماطم، معلقتين من عصير الطماطم يا حبايبي. بسم الله. ادينا لون بامبي جميل كده. هنضيف عليهم بطاطستين مقطعين. عملنا معاكم خلصنا من تسبيكه اللحمه بالدمعه بالبطاطس. شايفين اللحمه بالبطاطس يا حبايبي؟ لونها جميل خالص. هنعمل معاكم باميه اللي مجمدينها مع بعض في الفريزر. جبنا كيس من الباميه، ضفناه في الحله، ادينا شطه في الحنفيه، ضفنا عليه المرقه. مش بقطعه يا حبايبي، هتشوفوا الطريقه معايا. وادي لسان العصفور. هنضيف له الشوربه. هنضيف له الشوربه يا حبايبي. شوربه اللحمه معانا جميله خالص النهارده. هنضيف له بطاطستين مقطعين صغير. شوفوا معانا الطريقه. شوربه تدفيكي في البرد اللي احنا فيه ده. شوفوا لونها جميل. احنا بنحبها لونها احمر كده، في ناس بتحبها لونها ابيض فما تضيفي لهاش طماطم. انا بحبها كده.
كل واحد حسب حريته. في اللي بيحبها بالخضار، احنا بنضيف لها بطاطستين مقطعين بس، ولا اي حاجه تاني. بس يا حبيبي بالشكل ده. وادي الباميه هتغلي معانا وهتستوي، هنديها فرمه بسيطه في الخلاط، هنرجع لكم. هنعمل معاكم يا حبايبي لسان العصفور. ضفنا معلقتين من الزيت، وضفنا عليه ربع كيس من لسان العصفور، حمر معانا بالشكل ده، يدينا اللون الذهبي الجميل. هضيف عليه نص طماطمايه عصير طماطم، معلقتين من عصير الطماطم يا حبايبي. بسم الله. هدينا لون بامبي جميل كده. هنضيف عليهم بطاطستين مقطعين. عملنا معاكم، خلصنا من تسبيكه اللحمه بالدمعه بالبطاطس. شايفين اللحمه بالبطاطس يا حبايبي لونها جميل خالص. هنعمل معاكم باميه اللي مجمدينها مع بعض في الفريزر. جبنا كيس من الباميه، ضفناه في الحله، ادينا شطفه في الحنفيه، ضفنا عليه المرقه. مش بقطعه يا حبايبي، هتشوفوا الطريقه معايا. وادي لسان العصفور هنضيف له الشوربه. هنضيف له الشوربه يا حبايبي. شوربه اللحمه معانا جميله خالص النهارده. هنضيف له بطاطستين مقطعين صغير. شوفوا معانا الطريقه. شوربه تدفيكي في البرد اللي احنا فيه ده. شوفوا لونها جميل. احنا بنحبها لونها احمر كده، في ناس بتحبها لونها ابيض، فما تضيفي لهاش طماطم. انا بحبها كده، كل واحد حسب حريته. في اللي بيحبها بالخضار، احنا بنضيف لها بطاطستين مقطعين بس، ولا اي حاجه تاني. بس يا حبيبي بالشكل ده. وادي الباميه هتغلي معانا وهتستوي، هنديها فرمه بسيطه في الخلاط، هنرجع لكم. ادي يا حبايبي رجعنا بعد ما خلصنا معاكم من الاكل. ادي الرز معاكم بالشعريه، ادي الشوربه لسان العصفور، ادي الجلاش يا حبايبي، ادي الفراخ المشويه، مكرونه بالبشاميل، معاكم الباميه، ادي السلطه، وادي اللحمه بالبطاطس بالدمه. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ ادي الاكل معاكم النهارده. ومع السلامه يا حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك بالقناه والشير واللايك والضغط على الجرس. اهم حاجه اللايك.